سيبك من الماتش وسيبك من الثلاث نقط وسيبك من كل حاجه. احنا فرحتنا اساسا بان عندنا مهاجم زي ده بيجيب جون من فاول، وفي ماتشين ورا بعض من جونين من فاولين. الماتش اللي فات والماتش ده فاولين وبنفس الطريقه، وبيتعادي جدا اللي هو يعني. دي فرحه لوحدها. وفرحه ان عندك كولر كسر رقم مانويل جوزيه بالجيل الذهبي بتاع 2005، بقى 18 فوز على التوالي في تاريخ الاهلي. تمام. دول مختلفين تاريخ خالص عن ان انت كسبت الماتش. ماشي، كسبت الماتش. وكمان ماتشات البنك الاهلي بقت اصعب من نهائي افريقيا. يعني ده تقريبا كان اصعب من نهائي افريقيا بتاعت العشرة. يعني مش فاهم هو البنك الاهلي ماله. البنك الاهلي عامل لنا عقده ولا في ايه بالظبط يعني؟ يعني الجون اتلغى تسلل، تمام. سواء الكرة تسلل ولا لا، بس تقريبا تسلل يعني، ده راس معداه الخط يعني. بس يعني احنا مش عارفين نكسب البنك الاهلي وعاملين زون ديفenس ومش عارف ومكسرينه ويروحوا بمرتدات كانوا اصعب من كايزر تشيفز اللي كسبناه في نهائي افريقيا العشرة والله. الاهلي يفوز على البنك الاهلي ويبقى فاضل 4 نقط وتكسب الدوري ال 44. بيراميدز بيسهل لك الموضوع جدا. بيراميدز يتعادل مع فاركو، تمام، وبيسهل الموضوع حلو قوي. انا مش مستني بقى الماتشات اللي انا هلعبها. يعني انا هلعب ماتشين بس كده واخلصهم، حتى انا اكسب ماتش واتعادل التاني عادي جدا، وابقى خلاص انا كسبت الدوري. الماتش الجاي تقريبا مع مع المقاولين. خلاص انت الموضوع محسوم بالنسبه لك. كولر مصمم ان هو بيحقق ارقام قياسيه، او النهارده بس قدامنا تحقيق ارقام قياسيه. وسام ابو علي بقى المركز الاول في صداره الهدافين ب 15 جون، ولسه في ماتشات كتير اكتر من فيستون مايلي مع بيراميدز وحسام اشرف مع بلديه المحله. بلديه المحله فاضل لها ماتشين، بيراميدز تقريبا فاضل لها 3 ماتشات، فخلاص وسام ابو علي تقريبا فاضل له 5 ماتشات. فالموضوع متسهل قوي لسام ابو علي ان هو يعدي الاهداف ويجيب كمان رقم وليد ازارو، اكتر اجنبي جاب اهداف في الدوري المصري، وكمان اكتر اجنبي جاب اجوان في تاريخ الاهلي. يعني هو وليد ازارو ومعاه فلافيو كمان. الحمد لله الاهلي كسب جون في الدقيقه الثامنه، وسام ابو علي من فاول. جون كان حلو جدا، وجون انت اللي هو بقتش مستغرب اللي هو وسام ابو علي داخل خلاص هيجيب جون. اي نعم، باقي الماتشات ما هو طبعا العين لازم بتيجي فيه. ما احنا كل شويه عاملين ربنا يحرسنا ونمسك الخشب ونمسك الحديد وكل حاجه، بس العين اللي هو خليته يضيع كذا كوره. ما هو طبيعي، هو مهاجم طبيعي، ما لناش نتعود ان اي كوره هتجيله هيبقى يجيبها جون على طول. لازم في كوره هيضيعها. احنا كان عندنا واد ازارو ما كانش بيجيب اجوان اساسا. الاجوان اللي بتيجي فيه كانت بتخبط في العارضه وتخبط فيه وتخش جون. يعني الماتش بعد كده انت الاهلي بيحاول من ناحيه امام عاشور. امام عاشور كان وحش جدا جدا الشوط الاول بطريقه مش طبيعيه. كل كوره بياخدها يا اما فزلكه يا اما يشوطها تبقى بره خالص يا اما ميس باص. امام عاشور بالذات. رضا سليم كان كويس جدا بالذات في الشوط الثاني. حسين الشحات برده ما كانش قوي. يعني هو برده انت هتلاقي ان كل اللعيبه كان حرفيا الملعب تحس ان كان مخنوق. الملعب زحمه. الملعب عايز واحد كده فرصه شقيه تنزل تحرك الملعب. ما راحتش باي كوره على في الشوط الاول. كان كل الكور في الشوط الاول هي في نص الملعب، يا اما الكور كويسه جدا للاهلي بس برده مش خطوره. بدات انت الشوط الثاني بقى. الشوط الثاني كان الموضوع مختلف تماما. الشوط الثاني الاهلي كان بيضغط مع عكس الشوط الاول. الشوط الاول البنك الاهلي كان ضاغط قبل الجون الاهلي ما يجيبه. كان في ضغط من البنك الاهلي، كان ضغط متقدم على لعيبه الاهلي وعلى الدفاع من قدام. لكن الفاول اللي جه حسن الموضوع وهدد الريتم شويه. الشوط التاني بقى انك انت كنت ضاغط على لعيبه البنك، كنت بتحاول تسيطر على الموضوع، تجيب كذا كوره من ناحيه رضا سليم. رضا سليم اللي كان بيعمل كذا كوره حلوه جدا اوفرات رضا سليم حلوه جدا. هو وعمر كمال احسن اوفرات تاخدها منهم. وعمر كمال بمعنى اخص ان عمر كمال بينزل لك ما بيكملش دقيقه، تحس ان هو اصلا بيلعب الماتش من اوله. ينزل لك بس مجرد دقيقه تلاقيه ان عمل لك كوره خطيره، عمل لك اسيست ممكن يجيب منه جون، يعمل لك كوره كان هيجيب منها جون زي الكوره بتاعت اسامه ابو علي. يا اسامه ابو علي عملها بدماغه، هو راح شاطها ما كملش ثواني وكان هيجيب جون. وعمر كمال لما نزل حرك الناحيه الشمال بقى فيه سرعه، بقى فيه مهاره، بقى بيعدي بيعمل اوفرات. فعمر كمال بصراحه قطعه كده. يعني انا مش فاهم ليه بينزل كبديل. يعني ليه ما يبداش اساسي؟ سواء جناح هتلعبه كجناح شمال او هتلعبه كباك، بس عمر كمال لا غنى عنه في الملعب. عمر كمال في صفه اخص هو وسام ابو علي بيعملوا دويتو مع بعض خطير. وكمان انا منتظر كمان علي معلول لما يرجع هيعمل ايه مع وسام ابو علي ان شاء الله. يعني لما يرجع من الاصابه هتلاقي سيمفونيات. الاهلي كان بيضغط والبنك راحت بكذا كوره منها الفاول اللي الشناوي صدها. الشناوي صد كذا كوره كويسه جدا الماتش ده، وبالذات الشوط الثاني كان الضغط من البنك راح بكذا كوره وكذا عرضيه كان فيها سرحان من لعيبه الاهلي بالذات رامي ربيعه ومحمد هاني. هنيجي للجون، تمام. بس الجون لما اترفع الفاول اصلا هو مش فاول، تمام. الفاول اترفع. محمد هاني انا بتكسف اعمل الكوره دي والله العظيم في حجز. يعني انت ما حجزتش على اللاعب، ما ضغطتش عليه. انت تقريبا كنت يعني بتوجب معاه فرح. يعني انت ايه الحوش ده؟ انت بتحوشه من خناقه مثلا؟
داخل بيحرسه لغايه ما يجيب الجون. غير طبعا الشناوي المتقدم كده كده، بس الغلط كله على محمد هاني. ايه الكوره دي يا اسطى يعني؟ المفروض ان يعني لسه شاب خلينا نخلص بقى. لا يعني محمد هاني ونزل في الملعب، انت مستني ايه؟ انت كويس ان احنا كسبنا. سام ابو علي راح بكذا كوره من عمر كمال او من رضا سليم، بس كان حصل تضييع كتير قوي. وحصل كذا كوره من حسين الشحات واكرم توفيق مع بعض، بس كان في مش عايز اقول رعونه، بس كان كل واحد عايز يجيب جون او عايز ايه اللي هو يختم الماتش فيرست تايم كده، اللي هو انا جبت جون مزيكا. بس الحمد لله الماتش خلص. الماتش عدى بكل خنقته، بالذات البنك الاهلي. يعني بتقول البنك الاهلي كان اصعب ماتش من اخر 4 ماتشات. ان فريق رخم، فريق ان هو ممكن يبختك في اي دقيقه، زي الجون اللي جه في الدقيقه 91 ده، والحمد لله اتحسب تسلل. فالاهلي كمجمل النهارده طلع باللي هو عايزه من الماتش. وسام ابو علي متصدر قائمه الهدافين، كولر عمل رقم قياسي، الاهلي عمل رقم قياسي في تاريخه. انا مش محتاج اكتر من كده، محتاج 4 نقط واكسب الدوري واعدي ال4 نقط دول كمان. الف مبروك للاهلي، وكله بيعيش الوهم، والاهلي بطل الدوري. سلام.